تعرف ازاي تسقط نظام ديكتاتوري؟ يعني لو في نظام ديكتاتوري بيحكم بلد ما، تعرف ازاي ممكن تسقط النظام ده؟ طيب خليني اقول لك قبل ما نبدأ الاول ازاي نسقط النظام الديكتاتوري. لازم الاول نعرف ايه هي قوة النظام. يعني انت دايما كده ايه قبل ما تخش مثلا تواجه حد او مثلا حتى لو بتلعب رياضة، مثلا قبل ما تخش تقابل خصم لازم تعرف ايه قوة الخصم ده عشان تقدر ازاي تتخطى القوة دي، تتفاداها، تلعب بطريقة مختلفة ايا كان. فعشان نعرف ايه قوة النظام ودي بقى هي المعضلة صراحة اللي بشوفها، هي ان النظام ده اصلا مش جايب مثلا قوة من الخارج تحميه، لان في الحالة دي هيبقى اسمه احتلال، ده قصة تانية. انت دلوقتي قوة النظام الديكتاتوري ده ان هو بيستمد قوته من الشعب نفسه، من البلد نفسها، وبيمارس الظلم والقمع والسرقة والنهب وكل الكلام ده على الشعب برضه. ودي معضلة صراحة. فخلينا نبدأ كده ونشوف ايه قوة النظام. هل مثلا قوة النظام بتكون مثلا في الرئيس، او مثلا في قائد جيش، او في وزراء، او في ايا كان؟ فهنا احب اقول لك لا طبعا. انت اصلا لو بصيت على الاشخاص دول هتلاقي كبار سن، هتلاقي مفيش لياقه، هتلاقي بقى كرش، وهتلاقي ترهلات وكلام عجيب كده واقزام وبتاع. لو جيت حتى خليته يواجه اقل عسكري، مثلا اضعف عسكري في الجيش او في الشرطه او في اي جهاز، العسكري هيقوم بيه في الاخر يعني. طيب غريبه جدا برضه. يعني القوه هنا مش في الناس دي. القوه فين بقى؟ القوه في العساكر، القوه في الضباط، القوة في الصف ضباط وفي الشاويش وفي الناس دي. وممكن تبقى مثلا ماكسيموم كده النقيب مثلا، اللي هو ليفل بتاع النقبة ده مثلا ممكن الماكسيمم. أعلى من كده هتلاقي بقى سن أكبر، لياقة أقل، مفيش بقى صحة ومفيش الكلام ده، والعدد طبعا أقل. أنت كبير، قارنت مثلا عدد العساكر بعدد الضباط هتلاقي أضعاف، وعدد الضباط بالصف ضباط بالنقبة هتلاقي كل ما أنت بتطلع كل ما بتلاقي الأعداد بتقل بشكل كبير جدا. فاعتقد من فوق النقيض 90% هيبقوا خلاص كده، اللي هو ايه، مش قد ان هو يخش يواجه كمثلا شخص لشخص. طيب انا دلوقتي طبعا ايه هسمع طبعا ايه الكلام الجميل بتاع ان قوة النظام في العساكر، ولولاكم ما تجبروا، وانتوا العصا، وانتوا الكلام ده، واللوم على العسكري. وهنا احب اقول لك ان التفكير ده تفكير سطحي جدا. ليه بقى؟ لان اصلا الشخص نفسه اللي بيقول الكلام ده لو جاي ابنه مثلا او هو داخل الجيش، فهي اول نصيحة هيقولها خليك ماشي جنب الحيط يا ابني واسمع الكلام، وهي سنة وهتعدي، ولا هي سنتين وهيعدوا الموضوع، وانت داخل عش الضبابير ومش عارف ايه. وهو دي اول حاجه اصلا هو حتى هينصح بيها لحد من قرايبه داخل الجيش او داخل الشرطه ايا كان يعني. فدي اصلا حاجه ساذجه جدا. ولو جينا اصلا كمان بصينا هتلاقي ان لو حتى حد قرر ان هو يخالف الكلام ده، عسكري مثلا مرضيش بظلم مثلا وقرر يخالف اوامر، فانت اصلا مش هتسمع قصته، لان هي قصته هتنتهي من قبل ما تبدا. يعني ده حتى لو حتى رفض اهانه على نفسه مثلا، كان في مثلا صف ضابط او حد بيهينه ورفض الاهانه دي، فانت مش هتسمع قصته اصلا. هو هيكون مرمي في السجن وقتها، محدش اصلا يعرف عنه حاجه، ومش هيغير حاجه ومش هيأثر. طبعا انت دلوقتي هتستغرب بقى من كلامي اللي هو فيه تناقض، اللي هو انا قلت ان العساكر والضباط وصف الضباط دول اقوى قاعده، بس في نفس الوقت بقول لك ان هو ملوش قيمه. هنا بقى المعضله ان هو كشخص، كعسكري، كظابط، كصف ظابط، كنقيب، ملوش قيمه، ملوش تاثير. بس كجروب ده هو القوه. والفكره هنا ان حتى لو ظابط مثلا نفسه رفض ينفذ اوامر، مثلا حاجه فيها ظلم او ايا كان، ورفض ينفذ، فالظابط ده هيتجازى، وهي ممكن يسيب شو، يخسر شغله، وممكن يتحبس، وممكن يتنفي، وممكن يتنقل، وحاجات كتير قوي. فهو زي ما بقول لك ان القوه كلها كمجمل مش كفرد. وهنا بقى المعضله. والمعضله ان اصلا تكوين السلطه اللي ماشي بشكل هرمي. او والفكره برضه لو جيت بصيت هتلاقي ان مثلا اي حد يخش مثلا في النظام ده بيروح يخدم في مكان غير مكانه، مع ناس ما يعرفهمش. يعني العسكري تلاقيه رايح مع ناس ما يعرفهاش، عساكر مختلفين من اماكن مختلفه، وبيخدم في حته مختلفه، وبينفذ اوامر ما يعرفش ليه، وما يعرفش فين، وما يعرفش ازاي، وما يقدرش اصلا يرفضها او يناقشها حتى. وهي دي بقى الفكره. وهنا لما الناس بتتحط في جروبات، في حاجه كده معروفه كده اللي هو ايه، الناس بتبدا تنتمي. فحتى لو مثلا فرضا ان كتيبه خدت اوامر بان هي تحارب كتيبه تانية، وكلهم مثلا من نفس البلد، او من كلهم من نفس الديانه ومن نفس كل حاجه، فهم هيبقوا بيحاربوا من غير ما يعرفوا ليه. وهيبقى حته الانتماء هي اللي هتحركهم. ده صاحبي اللي مثلا اللي معايا في عنبر كذا ضربوه، فاحنا لازم ناخد حقه. ويبدا الموضوع يمشي في ان انا بدافع عن المجموعه اللي انا جواها والانتماء اللي انا فيه، من غير ما اعرف ايه الاسباب وانا رايح فين. فياخد مثلا جروب ياخد امر مثلا بفض مظاهره، هو ما يعرفش مين دول وبيتظاهروا ليه وايه اللي بيحصل، بس هو
بيدافع عن الجروب اللي هو انتمى ليه، حتى لو الجروب التاني ده برضه هو اللي على حق، حتى لو هو اصلا ما يعرفش هو بيدافع ليه، فهو واخد اوامر ومتحرك في الاتجاه ده. طيب خلينا دلوقتي بقى ايه نختصر ونخش في ازاي اصلا ايه الطرق اللي ممكن يسقط بيها النظام. اول طريقه ودي الاكثر شيوعا ودي الاخطر ودي اللي دايما بتحصل هي الانقلاب. والانقلاب ده ممكن يكون باسباب كويسه، يعني ممكن يكون الشخص اللي بيعمل الانقلاب ده مثلا مش راضي بظلم، او مثلا شايف ان النظام ده ظالم فحابب ان هو يساعد ويمنع ظلم مثلا. وممكن تكون باسباب خبيثه، ممكن يكون النظام هو اللي كويس والشخص ده شاف مثلا ضعف في النظام فطمع في السلطة، أو شايف إن هو ممكن يستفاد مثلا ماديا فيبدأ ينهب الثروات والحاجات دي. أيا كانت إيه الأسباب، بس الطريقة بتكون إن ده يكون شخص في ليفل عالي، ولازم يكون في ليفل عالي. والشخص ده الطريقة اللي هو بيعملها إن هو يبدأ ينسق مع كل الليفلات اللي في نفس ليفله، ودي حاجة مهمة جدا وبتقلل من خطورة الخطوة دي. كل ما كان منسق مع كل اللي في نفس الليفل معاه، كل ما كان معاه مصدر القوة إن هو واخد الشجرة كلها من تحت. لو في فرع واحد بس في نفس الليفل، مش مهم اللي فوق لأن هو أصلا عايز يوقع اللي فوق، أو حتى ممكن ياخد من اللي تحت لو نسق مع الليفلات اللي تحت، بس ينسق معهم كلهم. في الحالة دي بيكون الانقلاب بسيط وبيقدر إن هو ياخد القوة كلها معاه، فيقدر إن هو يسقط النظام بسهولة جدا. الكارثة بقى بتكون فين؟ بتكون لو في مثلا فرع من الشجرة في نفس الليفل مع الشخص ده، والفرع ده قرر ان هو يحمي النظام او يتصدى للحركه دي، فساعتها ممكن تكون حرب اهليه، وممكن تبدا الشعب ينقسم جزء مع ده وجزء مع ده. كل ما كان ده اقل اقناع كل ما يبدا يبقى فيه انقسام اكبر، وكل ما تبقى الخطوره اعلى، وكل ما يبدا يبقى، ودي شفناها في دول كتير، يحصل بقى حرب اهليه ويبقى ده معاه سلاح وده معاه سلاح وده معاه قوه وده معاه قوه، تبدا الناس تضرب في بعض. ودي بتكون اخطر حتى من ان احنا كنا سيبنا النظام مكمل او النظام الدكتاتوري ده مكمل. طيب دي كده اول طريقه. والنظام اصلا بقى ايه بيحل الطريقه دي ازاي؟ بيكون اللي هو اللي كل ما كان النظام محنك بيقدر ان هو يبدا يسيطر على اكبر قدر ممكن من الليفلات العليا، ويكون ضامن ولائهم، سواء بقى باقارب، سواء مثلا بان هو يديهم مثلا مكافآت وفلوس وكده، فيبدا ان هو يكون ضامنهم 100%. وكل ما كان النظام اذكى وقدر ان هو ياخد ليفلات اكتر من الهرم، كل ما كان امن وكل ما كان عتيق اكتر وصعب تغييره. ويبدا كمان بقى ايه الليفلات اللي تحتها يبدا يعمل لهم شويه غسيل مخ كده، مع شويه بقى ايه خطب وشويه حاجات من دي، فيضمن ان هو ماسك كل الليفلات العليا، فما يضمن ان مفيش اي حركه. ولو حصل اي حركه من ليفلات تحت، يعني كان نكون مثلا تحت 70% مثلا من الهرم، لو حصلت الحركه فهي بتكون سهل جدا السيطره عليها. ولو في مخابرات بتتحرك بدري بدري تطير الاشخاص اللي ممكن يكون فيهم قلق، ويضمن على كده ان هو يفضل مأمن نفسه. ودي كده اول طريقه. الطريقة التانية بقى هي إن إحنا يكون في شخص مؤثر، سواء من جوه الهرم أو من بره الهرم، بس يطلع يكون طالع بسرعة جدا ويكون ذكي إن هو ما يتمسكش، لأن الشخص ده لو اتمسك أو مات أو أيا كان فطبعا كل الحركة دي بيحصل فيها تشتت وبعد كده بتتدمر ملهاش أي قيمة. فالشخص ده يقدر إن هو بسرعة يلم أي قوة حواليه، القوة دي تحميه ويكون مؤثر، يبدأ يسحب قاعدة الهرم ناحيته ويبدأ يتحرك هو بالقوة. ودي يعني النظام بيبدا ان هو يحاربها بطريقه ان هو دايما، عشان كده تلاقي اي نظام ديكتاتوري دايما بيبدا يشيل اي منظمين لمظاهرات لتحركات لمؤثرين، يبدا يخاف دايما من المؤثرين، عشان لو واحد قدر ان هو يلم الجروب حواليه ويلم الناس ويبدا يسحب القوه، ساعتها بيكون خطر على النظام. فعشان كده تلاقي النظام دايما لو في اي شيخ جامع، لو في اي حد مثلا سياسي مشهور مؤثر بيتحرك، يبدا ان هم على طول يحاولوا يسيطروا عليه. الطريقه بقى الثالثه لاسقاط اي نظام هي زي ما حصل كده في مصر كده في يناير، ان هو يحصل حراك شعبي بعشوائيه منظمه. يعني ايه بقى؟ يعني ان تلاقي مثلا جروب من هنا محرك مظاهره، وجروب من هنا محرك مظاهره، شيخ جامع اتحرك، رابطه مشجعين اتحركت، نقابه، سياسي لم الناس بتوعه حواليه، احزاب اتحركت، فتلاقي في عشوائيه النظام بتاعتها ما يقدرش ان هو يسيطر، امسك ده ولا امسك ده ولا امسك ده، وتلاقيهم حركوا عدد كبير من الناس. والمهم هنا في الكترة، كل ما يتحرك عدد أكبر كل ما تبقى متأمنة أكتر. وهنا بنخش بقى على مقارنة خطيرة، هي مدى صمود الجروبات اللي قامت دي قصاد مدى ضمير الناس اللي معاها القوة.
بمعنى ايه؟ بمعنى لو الضمير اللي عند الناس اللي معاها القوه دي، اللي هم الضباط وصف ضباط وعساكر ونقبه والناس دي، ضميرها مش صاحي، فتبدا ان هي تحاول تقمع الحركه دي بالقوه. وكل ما يزيد القوه ويقل الضمير عند الناس دي، كل ما يكونوا اكتر ان هم يقمعوا الحركه والمظاهره دي. والعكس، كل ما يزيد الصمود عند الناس دي ويزيد الضمير عند الناس دي، تبدا ايه؟ الحركه هي اللي تبقى اقوى وتبدا تضم الناس حواليها ويكون اقرب لاسقاط النظام زي ما حصل كده في يناير. فدي كده الطريقه الثالثه. النظام بقى بيحاربها ازاي؟ بيحاربها برضه بنفس الطريقه، ان اول ما يسمع ان في حد بيعمل تحركات، في جامع بيحرك ناس، في حد بيسخن الناس، في نقابه، في مش عارف ايه، تلاقيه دايما يمسك المنظمين للتحركات دي. يحاول على قد ما يقدر اي حد يسمع ان هو بيلم ناس حواليه او بيعمل اي حراك شعبي يحاول يسحبه. ودايما الحته دي بتحصل كده ايه؟ بالصدفه، وبتكون ناتجه عن ايه؟ عن انفجار لحدث معين او ظلم زاد قوي، فخلاص الناس بقى اللي هو جابت اخرها، تبدا بقى ايه؟ تطلع العشوائيه دي ويطلع ناس من كل مكان يسخنوا بعض ويبداوا يتحركوا في تحرك جماعي. لازم يكون تحرك كبير وشامل عشان يبقى ساعتها صعب ان انت تستخدم القوه وتموت الناس دي كلها. لان في البدايه دايما هيتم استخدام القوه لو الناس دي خافت وبدات تقل وبداوا ما ينزلوش وبداوا يخوفوا بعض، ساعتها هينجح ان هو يقدر ان هو يصد الحراك ده. طيب دي كده الطريقه الثالثه. انت كده هتسالني ان فين بقى ازاي نسقط النظام، وانت كل الناس اصلا كل الطرق النظام ليه قدره ان هو يقدر يسيطر عليها. اقول لك ان فاضل حل واحد اخير هو اللي ممكن ينجح في اسقاط اي نظام في الدنيا. ايه بقى الحل ده؟ الحل ده هو الايمان. طبعا انت دلوقتي هتقول لي بقى ايه يا عم؟ يعني هتنزل معجزه من السماء بقى؟ طب ما احنا مؤمنين ومفيش حاجه بتحصل، طب نعمل ايه؟ ولا بص، انا مش هكلمك بكلام ديني واقول لك ان مثلا ان المؤمن اللي بجد مثلا ب1000 والكلام ده. انا هكلمك برضو بالمنطق وبالعقل. الايمان كل ما بيزيد، الايمان الخالص الحقيقي، في حاجه كده معينه بتقل، وهي اسمها الوهن. ايه بقى الوهن ده؟ الوهن هو حب الدنيا وكراهيه الموت. طب ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه الفرق مثلا؟ بقول لك ان الوهن ده كل ما قل، كل ما هتلاقي الناس ما بقتش خايفة على الدنيا. فهتلاقي مثلا العسكري مش هينفذ أوامر ظلم عشان هو مش خايف يتحبس. هتلاقي المواطن هينزل يقف في الشارع ويرفع علم ويعمل مظاهرة ومش خايف إن هو يتحبس. هتلاقي الضابط والصف ضابط مش خايف إن هو يرفض أوامر عشان ما يخسرش شغله وما يخسرش حياته وما يخسرش بيته. ولو جينا مثلا قلنا مثلا ان الوهن ده ليفلات، مثلا قلنا مثلا ان احنا الليفل بتاعنا حاليا وهو يكاد يكون فعلا 0% وهن، و100% وهن قصدي، ان احنا الوهن عندنا خلاص احنا بنحب الدنيا بس. ومثلا قارنا بقى ايه؟ اهل غزه مثلا، دول بقى ليفل الوهن عندهم 0. الناس دي بقى بتعمل ايه؟ الناس دي بتلاقي واحد حافي، تلاقي واحد لابس لبس مقطع بيصنع قنبله، يعني محليه الصنع كده، ويروح يفجر بيها دبابه قصاد حشد وعنده درونز فوق دماغه وطيران طاير ودبابات وجيش وجنود بخوذ ولابسين ومدرعين نفسهم، ويروح يحط القنبله يفجر الدبابه. طب لو قارنت ليفل الوهن هنا، يعني انت مثلا دلوقتي واحد بيعمل كده قصاد واحد مش قادر يطلع يتكلم، مش قادر ينزل يقف في الشارع عشان خايف ان هو هيتحبس وهيخسر شغله. شايف الليفل؟ الفرق واصل لايه؟ هي دي القصه كلها. يعني انت دلوقتي احنا مثلا كلنا بقى اللي هو افتحوا الحدود وهتشوفوا الرجاله بتعمل ايه. والله يعني هو انا اقول ان هو معظمه هيبقى كلام فاضي. يعني انت لو قادر ان انت تخش تحارب وتعمل زي ما الراجل ده ما بيعمل كده، تروح تحارب اقوى جيوش في العالم وانت معكش اي حاجه، كنت قدرت تنزل الشارع ترفع علم وما تخافش ان انت تتحبس وما تخافش ان انت تخسر شغلك وما تخافش على اهل بيتك. بس كلنا بنخاف على بيتنا وكلنا بنخاف على شغلنا وكلنا بنخاف علي فلوسنا وبنخاف نتحبس ونخسر حياتنا ونخسر مستقبلنا. هو ده الوهن. انت كده حابب الحياة وخايف من الموت وكاره الموت. وكلنا كارهين الموت. لو حد مش كاره الموت كان نزل الشارع. يعني هي الحدود مش هتتفتح الا لما الناس تقدر ان هي اصلا تفتح الحدود وتخش تحارب. وهو دي ممكن اصلا من حكمة ربنا ان هو مش مخلينا في المكانة دي عشان احنا مش قدها. يعني ولو عايز اقول لك كمان بقى حاجه بقى، يعني دي الصدمه ان انا يعني مقتنع كده ان مش كل الحكام مثلا خونه زي ما ناس كتير متخيله، مثلا ان كله خيانه وكله عملاء. لا، هم برضو اصابهم اللي اصابنا، هم برضو عندهم وهن، هم برضو خايفين على كراسيهم، خايفين على فلوسهم وخايفين على بيوتهم وخايفين على بلادهم وعلى شعوبهم. بس انت من خوفك انت بقى خلاص بتتذل. تلاقي مثلا يجي يتضرب ويجي يتعمل فيه ويتسوى ويقعد ذليل وبيسمع الكلام وماشي وموافقين وكل حاجة عشان بس أنا بقيت
بحب الدنيا وخايف من الموت. فهو اللي عندهم هو اللي عند الناس، هو اللي عند الكل. الناس خايفة تعمل حتى مظاهرة، خايفة تتكلم عشان ما يتأذيش. طب ما انت هتحارب ازاي لو انت خايف ما تتأذيه؟ ما هو الحرب أذى. هي دي القصة. ولو جيت تبص على حال الأمة عامة كده، هتلاقي مثلا إن زمان كده كانت الناس، الأمة الإسلامية دي، هو مش ما بيخافش من الموت ومش حابب الدنيا، تلاقي الدنيا كلها ركعت تحت رجليه، تلاقيه كانوا أعظم أمة في الأرض. دلوقتي لما الناس بقت هي لأ حابة الدنيا، بقينا أذلاء. هي دي اللي يعني احنا حتى ربنا قايل لنا كده من زمان، واحنا برضو لسه احنا بنجري على الدنيا، فالدنيا بتذلنا. هتجري على الاخر هتلاقي الدنيا تحت رجلك. هي المعضله في كده. وفي النهايه بقى انا احب اقول يعني ربنا يهدينا جميعا، ونبدا كده نراجع نفسنا ونراجع ايماننا، ونشوف احنا ليه وصلنا للليفل ده. يعني ليه بقينا بنخاف للدرجه دي على الدنيا؟ فوصلنا لمرحله ان بقت خلاص كده احنا اذله في الارض. اللي هو تلاقي بنبص الناس بتموت، احنا مش عارفين ندخل اكل، والناس دي بقى بيخش لها سلاح وبيحصل لها وبتتساعد بكل الطرق الممكنه، واحنا حتى اكل مش عارفين ندخله، مش عارفين نتحرك، مش عارفين نقوم من مكاننا. يعني كل واحد خايف على مكانه، خايف على قعدته، خايف على شغله، خايف يطلع يفتح بقه حتى بس كده. يعني انت خايف تتكلم، خايف تنزل الشارع، خايف تتحرك. انت مستني ايه؟ يعني حرب ايه بقى اللي انت ممكن تخشها اصلا يعني؟ هل انت بقى فكرت مثلا ان الحرب دي عشان احنا بقى هنبقى اقوياء وداخلين بقى بسلاح واحنا اقوى منهم؟ لا. انت تقدر تتخيل ان انت هتخش تفجر دبابه كده وانت ماسك قنبله محليه الصنع؟ تنزل اقف في الشارع. بس الله غالب.